بيتر بوت بينزل تويت انه هيغير الدروب سبوت بتاعه في الجلوبالز. كليكس بيخاف منه وبيرجع مكانه تاني. فانياك بيرد عليه بيقول له انه مش هيغير مكانه، هيكون تيست بيتر بوت. فورتنايت بتفاجئنا وتنزل بعد كده ان هي هترجع الارينا تاني. نظام السولو سيريس بيتسرب بعد كده. دراما كتير بتحصل قبل الجلوبالز باسبوعين، فيلا بينا ندخل في الموضوع على طول. بيتر بوت النهارده فاجئ الكل وكتب تويته ان هو والتريو بتاعه هينزلوا او اكس ار في الجلوبالز. او اكس ار اوريدي اصلا كان كليكس قال ان هو هيسيب سوبر نوفا ويروح او اكس ار، بس بمجرد ما بيتر بوت كتب التويته ديت ده كان رد فعل كليكس. We're not landing there, Tony. Yeah, we're landing You're not? Supernova. No, we're landing Supernova. ده معناه ان احنا هنشوف بيتر بوت في الجلوبالز مع الاكزوتكس كلها والميثيك كوين. الفكره ان التيم اللي كان هينزل اصلا في المكان ده كان ماريو سوبيكسي وفانياك. فانياك كتب تويته شعل الموضوع زياده: انا مش هسيب او اكس ار، انا نازل او اكس ار وهكون تيست بيتر بوت. اللي مضايقني في كل ده ان ادابتر وبالور ومنصور بينزلوا المكان اللي في ظهر او اكس ار على طول، فهم هيبقوا عرضه ان هو اول تيم ممكن يتعمل له دبليو كي بعد او اكس ار. فهل هنشوفهم هيغيروا الدروب سبوت بتاعتهم ولا هيفضلوا في نفس المكان؟ فورتنايت تفاجئنا وتنزل تويته ان الارينا راجعه. مش عارفين هترجع في انهي سيزون، سواء السيزون ده او اللي جاي او اللي بعده، بس الاكيد ان هي هترجع بنفس النظام اللي فات: اوبن ليج وكونتندر ليج وتشامبيونز ليج، وهتكون بنفس نظام النقط الاخير. خطوه هتغير جدا في الكومبيتيتيف بعد ما الرانكد اثبت فشله واثبت ان هو اكتر مود ممل. وحرفيا اي مود بينزل سواء ريلود سواء بليدز رويال بيتلعب اكتر من الرانكد بمراحل، وعدد اللاعبين اللي فيه بيكون الاضعاف. فخطوه كويسه جدا من فورتنايت، ومجرد ما يقولوا ريليس ديت هبلغكم في فيديو. واخيرا والاهم ان السولو سيريس اتسرب الفورمات بتاعها، هيكون 6 كواليفيكيشن ويكس. هسيب لكم الديتس بتاعتهم هنا. ال6 ويكس دول مش هيكون عليهم اي برايز بول، بس هم بيأهلوك للفاينلز. الفاينلز البرايز بول بتاعتها هتكون كبيره جدا، هي اتسربت على اي يو، لسه مفيش اخبار عن ميدل ايست، بس الاكيد ان هي هتكون برايز بول محترمه يعني. هم بقالهم كتير بيخططوا لموضوع السولو سيريس، وان الناس زهقت من الدوز والتريوز والناس عايزه ترجع تلعب سولوز تاني. بناء عليه نزلوا اكتر من تورنمنت سولوز. السكينز كاب معظمها كان سولوز عشان الناس تبدا تبراكتس للسولو سيريسز. وطبعا ده لسه كلام مبدئي، ده كله تسريبات، لسه مفيش اي حاجه متاكده، ولكن مجرد ما هيتاكد هتلاقيني بعمل فيديو ببلغكم على طول. ده كان فيديو النهارده، فدلعني بقى كده سبسكرايب ولايك وشير لاصحابك وظبط الدنيا يعني من عندك.